السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ام يوسف. ايه كنت فين كده؟ كنت بشحن الكارت يا ام يوسف. شحنته؟ اي شحنته. مش عارف انا ايه حكايه الكارت اللي كل يوم والتاني يخلص ده. يخلص من ايه يعني؟ احنا بنعمل ايه زيادة عن الناس؟ مانيش عارف، احنا لسه شاحنينه امبارح ورجعت تاني شحنته النهارده ومش عارف ايه حكايه الكارت ده والله. مش فاهمة بجد والله، يعني احنا مش عارف. وانا كمان مش عارف بقى كل يوم والتاني بيخلص ليه. يلا ما علينا. طيب قومي اعملي كوبايه شاي بقى عشان انزل. تمام مش هنزل، بس اجيب السكر من تحت واجي. لسه اجيب السكر من تحت؟ 5 دقايق مش هطول. طب يلا بسرعه بالله عليك عشان عايز امشي. تمام ماشي. يلا انجزي بقى. ماشي. اما اقوم بقى كده اشوف الكارت ده بيخلص كل يوم والتاني ازاي. معين بس الكارت كده في جيبي. اصل مش معقول يعني هشحن الكارت كل يوم، يعني اكيد في حاجه غلط. اكيد في حاجه غلط. ده النور بتاع الحمام قايد بسم الله ما شاء الله. هو في حد في الحمام؟ هو مفيش الا انا وام يوسف اللي في الشقه، اكيد مفيش حد في الحمام يعني. الله اكبر. وكمان نور المطبخ قايد. هو في حد هنا؟ يمكن حد هنا انا معرفش. طيب يمكن نور المطبخ والحمام بس. واوضه الاطفال كمان. اللمبتين قايدين. ليه؟ هي واحده ام يوسف مش مكفياكي؟ ودي كمان. والله العظيم ما انا مطفي حاجه اما تبقى تيجي. الله اكبر. وانا بقول الكارت بيخلص ليه كل يوم؟ والصلاه كمان. والركنه. حلو قوي. اما اقعد بقى كده واستنى ام يوسف لحد اما تيجي عشان اوري لها النور ده كله بقى. ام يوسف. نعم. تعال انت رايحه فين؟ ايه داخلة جوه؟ جبت السكر؟ اهو. فين؟ اهو. طيب ماشي. بقول لك يا ام يوسف، نعم. انا كده عرفت الكارت بيخلص ليه كل يوم والتاني. ايه؟ تفتكري ليه؟ ليه؟ يعني ما انتش حاسه ان في حاجه غلط؟ لا في ايه يعني؟ عادي. انت شايفه ان الموضوع عادي ويخلص كل يوم مفيش اي مشكله واروح اشحن كل يوم وادفع فلوس كل يوم يعني؟ عادي احنا بنشحنه زي اي حد بيشحنه. زي ما اي حد بيشحنه. اه. يعني انت في شايفه إيه ان يعني؟ مفيش حاجه غلط؟ ما انت شايفه ان احنا بنستهلك اكتر من الناس كلها؟ عادي يعني، ايه المشكلة؟ ايه المشكله؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تيجي كده معايا ثانيه واحده؟ فين يعني؟ تعال بس هوريك حاجه. ماشي. في ايه طيب؟ تعالي بس كده ورايا. تعالي. انا عايز اسالك سؤال واحد بس. هو في حد في الحمام؟ مين اللي هيكون في الحمام؟ انا ما فيش الا انا وانت في الشقه. طيب اما نور الحمام قايد ليه؟ عادي نسيته. نسيتيه؟ تمام، خلينا بلاش نور الحمام نعديه. هو في حد في المطبخ؟ عادي كنت شغاله في المطبخ برضه نسيته وطلعت يعني. لما لقيت كنت قاعده في الركن بس شويه. تمام. طب ما تفطيش النور ليه وانت طالعه؟ نسيتيه برضه. ماشي. هو في ايه؟ هقول لك دلوقتي في ايه، طولي بالك عليا، خليكي معايا للاخر. والنور ده قايد ليه؟ كنت بصبن ونسيته. كله نسيتي؟ بسم الله ما شاء الله، انت عندك زهايمر؟ طب ودي ايه؟ واوضه الاطفال. مين اللي في اوضه الاطفال عشان تسيب النور مفتوح ليه؟ واوضه النوم. مش عارفه في ايه. النور بتاع اوضه النوم قايد ليه؟ هو في ايه بجد؟ ومش عايزه الكارت يخلص في يوم. ده انت تحمد ربنا ان ما بيخلصش في نفس اليوم، بنشحنه مثلا دلوقتي ونروح كمان ساعه نشحنه. انت تحمد ربنا اللي هو بيقضي معانا اليوم اصلا. طب انا مش فاهمه برضه في ايه يعني. ما انا هقول لك في ايه. يعني انت شايفه اللي انت بتعمليه دي صح؟ حتى كمان نور الصلاه كله قايد. كله قايد. طب ما فيش يعني ما فيش اهتمام. ما ايه يعني لما اكون الشقه في كلها اهمال. منوره؟ اسمعيني، في اهمال. ما فيش احساس بالعيشه. يعني ده كله اهمال منك. لازم أنا اشحن الكارت كده كل يوم، وانا بقى انا عارف ان في حاجه غلط. ايه رايك بقى في الوضع كده يا ام يوسف؟ طب ما ايه يعني؟ انا مش فاهمه برضه. حتى كمان نور الركنه كله قايد. كله قايد. احنا قاعدين في الركن. طب هي مش لمبه واحده تكفي؟ طب ما ايه لما انت عامل 2 ليه طيب؟ طيب مش في حاجه اسمها محافظه ولا لسه الكلمه دي ما عدتش عليكي؟ هو انا حافظ ليه والشقه كلها فيها نور؟ عادي اما ايه ده؟
عادي لما تقيد النور كله. فيه ايه يعني؟ مفيش فيها حاجه. طب انت بتشتغل وبتجيب فلوس، ما تشحن. انا بشتغل وبجيب فلوس بدل ما اصرف عليكي وعلى ابني، بدل ما اعين الفلوس لحاجه تنفعنا في يوم من الايام. قدر اي ظروف حصلت لي، قدر اي ظروف حصلت لابني، قدري في حاجه حصلت في يوم من الايام، بدل بقى ما اعين الفلوس عشان خاطر اصرف عليكي وعلى ابني، اعين الفلوس عشان اشحن كل يوم والتاني الكارت بسبب الاهمال. على فكره انت كده غلطانه، واللي انت بتعمله ده مش صح. انت كده مش باقي على العيش، ولا كده عندك اهتمام بيا ولا بابنك، ولا كده عندك اهتمام باي حد خالص. يعني انت عايز ايه برضه؟ عايز ايه؟ تعالى انا اقول لك انا عايز ايه بقى. عارفه بقى انا عايز ايه؟ عايز اقول لك اللي انت بتعمليه دوت يا ام يوسف غلط، ومفيش حد يستحمل عيشتك ديت، لان الدنيا بقت صعبه والحاجه بقت غاليه. بدل ما نعين يا بنت الفلوس عشان خاطر يعني اصرف عليكي وعلى ابني، واشوف ابني محتاج ايه من كشوفات لعلاج لبنابض لده، اصرف فلوسه كلها على الكهرباء. فعلا يا ابو يوسف انا غلطانه، وانتي لما بتعملي كده امال بقى ويعمل ايه لما شايفك كده مبذره وعماله تقيد النور، ومش اصلا ما انتش حاسه بالمسؤوليه ولا حاسه بالعيش. يعني المفروض تاخدي بالك من جوزك، تاخدي بالك من النور اللي قايد، ولمبه واحده تقضي. انت ليه بتشغلوا النور كله في الشقه؟ طالما انت شايفه وعارفه تعملي الحاجه دي، ما خلاص كفايه واحده، كفايه لمبه واحده. وبعدين انت لو عندك اهتمام بالعيشه وعندك محافظه مش هتنسي لمبه قايده. ليه؟ هتحط في دماغك العيش، هتحط في دماغك ان في حاجات اهم وفي حاجات يعني لازما اللي احنا ناخد بالنا منها، لان انت لازما تخاف على جوزك، تخاف على عيشته، تحافظ عليه، يعني تقدري الجنيه اللي بيجيبه. ما انتش عارفه هو بيجيبه ازاي، بيطلع عينه وبيشتغل وبيتعب في الجنيه اللي بيجيبه، ويجي في الاخر بدل ما يوفر قرش عشانك وعشان عياله، يوفر القرش دوت عشان يشحن كل يوم الكارت. لا طبعا انت كده بتبقي غلطانه، وكده ما انتش شايفه تعب جوزك وهو اصلا مش في دماغك. لازم تحس بجوزك، لازم تقدريه، تقدري تعبه، تقدري عيشته، تخاف عليه، تحافظ عليه. الجنيه بيجي بالتعب والله. والمفروض اصلا انت اللي تقولي له كده، مش هو اللي يقول لك كده. يعني الحركه ديت متوقعه من الراجل مش من الست. الراجل هو اللي ممكن ينزل وينسى مهما كان راجل في دماغه اشغال، ما مشغول بمسؤوليات برضه، لكن انت اللي قاعده في البيت، انت اللي شايله مسؤوليه البيت، انت اللي شايله كل حاجه في البيت. فانت لازم تحافظ على جوزك وتحافظوا على بعض عشان ربنا يسترها معاكم كده. وبلاش تبذير، لان ده اسمه تبذير. لما جوزك يرجع من الشغل كده يعني ما بيصعبش عليك، هو راجع تعبان كده وراجع كده يعني عايز يوفر قرش عشان ما يحوكش لحد. انت كده لازم تحافظي على جوزك وتحافظي على بيتك وتحافظي على عيالك، يعني عشان حتى عيالك لما يشوفوك بتعملي حاجه صح يقلدوكي. اما لما يشوفوك سايبه النور ومبذره هم اكيد هيعملوا زيي. طبعا هيقلدوك وهيعملوا زي. اذا كان امي بتسيب النور قايد، اذا كان امي ما عندهاش اهتمام، اكيد ابنك هيطلع عليكي، بنتك هتطلع عليكي، هيطلع عليكي دلوقتي. وبعدين لما بنتك تتجوز ما اكيد هتعمل كده في شقتها برضه، مش هتحافظ على جوزها ولا هتحافظ على عيشته وكده يعني، وبالتالي كده البيت هيخرب بقى، مفيش اي حد فيه بيحافظ. فيا ريت يا جماعه تحافظوا على بعض. وانا بوجه الرساله ديت لاي ست بيت، خلي بالك من جوزك، حافظ عليه، اهتم بيه، حافظ على بيته، حافظ على فلوسه، عشان خاطر اكيد كلنا بيجي لنا يوم وبنتزنق، يبقى معاكم قرش تصرفوا منه. اكيد بيجي لنا يوم وبنحتاج. اكيد ممكن يحصل اي ظرف طارئ في اي يوم من الايام، ممكن تتعبي، ممكن هو يتعب، معاكم الفلوس معاكم القرش، ما تتحوجوش لحاجه. فانت ما تبوظيش الدنيا، انت ما يبقاش هو بيشتغل وبيتعب وانت تضيعي، ويجي يلاقي من الجهه الثانيه النور قايد، يروح يشحن الكارت كل يوم والتاني. الدنيا بقت صعبه والعيشه بقت يعني ربنا يسترها علينا ويطلعنا من الدنيا ديت على خير، لان كل حاجه بقت غاليه دلوقتي. ويا رب تكون الرساله وصلت. ما تنسوش بقى المتابعه والشير.